النهارده هنعمل وصفة فراخ حلوة قوي للمبتدئين وفي نفس الوقت طعمها جميل وأكنها مشوية على الفحم بالظبط. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة للنقع، هغسل الفرخة كويس جدا وهضيف عليها دقيق وملح وليمون، بس بلاش خل. تمام، وبعدين هدعكها كويس جدا في الحاجات دي كلها واسيبها تتنقع. على ما المية بتاع الفراخ تغلي هضيف فيها بصل وطماطم وحبهان وورق لورا وقرفة. هشطف بقى الفرخة كويس جدا وادعكها بالملح والفلفل من كل حتة، وانزل عليها على طول في المية اللي غلت بالتوابل اللي احنا حطيناه. بعد ما تتسلق هطلعها واضيف عليها الخلطة دي: معلقتين من الصلصة، ملح وفلفل وبهارات من الفراخ وزيت. هقلب الكلام ده كله مع بعضه وهدهن الفراخ وادخلها على الشواية تتحمر من الجنبين. اول ما تطلع هكون مولعة فحمة، هحطها في النص كده وهضيف عليها شوية زيت، وبعدين اغطيها لحد ما الدخان ده يختفي تماما وتاخد طعم الفحم.